أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وكل أمهاتنا بخير. وبمناسبة عيد الأم، كلام النهاردة هيكون عن عيد الأم عند القدماء المصريين، وعن فضل الأم ودورها في المجتمع المصري القديم. حيث كان من أهم الأمور لدى المصري القديم هي احترام الأم وتقديسها، إلى جانب الاعتراف بأهمية دورها في المجتمع المصري. كما عثر على العديد من البرديات التي تتكلم عن أهمية الأم ودورها واهتمامها بأبنائها واهتمام الأبناء بها، كما كان ينصح الحكماء أبنائهم وتلاميذهم على الاهتمام بأمهاتهم. وقد كان الاحتفال بعيد الأم هو من الاحتفالات القديمة للمصريين، حيث كان يحتفل المصريين بالمعبودة حتحور رمز الحب والأمومة في آخر شهور الفيضان، وذلك في شهر هاتور في التقويم المصري القديم. ويكون الاحتفال قبل اكتمال القمر ب5 أيام. وقد اختار المصري القديم ذلك التوقيت لأنه وقت بذر البذور لبداية موسم الزراعة. ويبدأ الاحتفال بموكب يخرج من معبد دندرة حيث مقر المعبودة حتحور، وينطلق الموكب في النيل تحيطه المراكب المزينة إلى أن يصل إلى معبد المعبود حورس في أسوان. ثم يبيت التمثال هذه الليلة في غرفة حبيبها وزوجها حورس. ثم في الصباح ينطلق الموكبين لزيارة مقابر التاسوع المقدس للدلالة على الوفاء للأجداد. ثم يعود موكب حتحور إلى معبد دندرة. وتقول الأساطير المصرية أن لون الشفق لحظة غروب الشمس هو الدم الذي نزفته حتحور عند ولادة ابنها. كما أظهرت نقوش المعابد والتماثيل والبرديات الأدبية أن المصري القديم قدس الأم واحترمها. وقد ظهرت العديد من النقوش في المقابر سواء الخاصة بالملوك أو كبار رجال الدولة أن الجميع يحب أن تكون أمه معه في العالم الآخر، وذلك تقديرا وحبا له. فقد كانت الأم تهتم بطفلها منذ بداية حملها، فتقوم بكل ما تستطيع فعله من أجل صحتها وصحة جنينها للتأكد من إتمام مراحل الحمل حتى الولادة. كما أنها بعد الولادة تحرص على إرضاع ابنها رضاعة جيدة. وهناك العديد من الأمهات الذين تم تقديرهم والاحتفاظ بأسمائهم بين عظماء التاريخ نظرا لما قدموه لأبنائهم. ومن أمثلة هؤلاء الأمهات المعبودة إيزيس في الأسطورة الشهيرة إيزيس وأوزوريس، والتي تشهد على عظمة الأم. وقد جعل المصريين القدماء إيزيس الأم المقدسة له، وذلك تعبيرا عن دورها العظيم في حماية ابنها حورس ونجاحها في تربيته ليكون قويا ليواجه عمه ست الذي قتل أبوه واغتصب العرش منه. وقد نجحت إيزيس في حماية ابنها حتى أصبح شابا قويا وواجه عمه ست ليستعيد عرش أبيه. وقد تم تصويرها على هيئة امرأة بقرنين بينهما قرص القمر، وتحمل ابنها حورس على قدميها وترضعه. ومن الأمهات العظيمات أيضا الملكة إياحتب أم الملكين قاموس وأحمس طارد الهكسوس، حيث كانت هذه المرأة العظيمة زوجة الملك الشهيد سقن رع الذي استشهد في إحدى المعارك ضد الهكسوس المحتلين. فقامت بتجهيز ابنها الملك قاموس ليكمل طريق أبيه في الكفاح ضد الأعداء حتى لحق بأبيه شهيدا في إحدى المعارك. فظلت هذه الأم العظيمة صابرة حتى جهزت ابنها الثاني الملك أحمس لإكمال كفاح أبيه وأخيه لطرد الغزاة المحتلين من مصر. وقد استطاع أن يحاصر عاصمتهم ويطردهم خارج البلاد بفضل وقوف أمه بجانبه ودعمها له. وقد قام الملك أحمس بمنح أمه وسام الذبابة الذهبية، وهو أعلى وسام عسكري في مصر القديمة، وذلك تقديرا لدورها في المعركة لتصبح أول امرأة تحصل على هذا الوسام. وقد كان الحكماء يوجهون الأبناء إلى ضرورة احترام الأمهات. فيقول الحكيم بتاح حتب لابنه: أوصيك بأمك التي حملتك، فهي التي أرسلتك إلى المدرسة حتى تتعلم، وهي التي تشغل نفسها بك طوال النهار، وهي التي تعطيك الطعام والشراب من البيت. والآن وقد كبرت وتزوجت
وأصبحت سيد بيتك، فلتنظر إلى تلك التي ولدتك وزودتك بكل شيء، فهي أمك، ولا تدع لها فرصة للغضب عليك، ولا تدعها ترفع يدها غضبا بسببك، لأن الإله سيستمع إليها بلا شك. أما الحكيم آني فينصح ابنه قائلا: ضاعف كمية الخبز لأمك واحتملها كما احتملتك، إنها عندما ولدتك بعد شهور حملك استمرت تحملك فوق عنقها، ثم أرضعتك 3 سنوات. إنها لم تنفر يوما من فضلاتك، إنها لم تقول لك يوما لما فعلت ذلك. لقد أخذتك إلى المدرسة حيث تتعلم الكتابة، وانتظرتك هناك كل يوم ومعها الطعام والشراب الذي أحضرته لك من البيت. فإذا ما كبرت واتخذت لنفسك بيتا خاصا بك، فلا تنسى أمك التي حملتك وزودتك بكل شيء، فإنك إن نسيتها كان لها الحق في أن تغضب عليك وأن ترفع يديها شاكية إلى الإله الذي سوف يستمع إلى شكواها. أما الحكيم خيتي فينصح تلميذه قائلا: اشكر ربك من أجل أبيك وأمك الذين أوجداك في هذه الدنيا. وقد حذره قائلا: لا تتكلم بالكذب أمام أمك. ولقد عثر في الكثير من مقابر الدولة الحديثة على العديد من البرديات التي تحتوي على نماذج من النصوص للأم في عيدها، حيث جاء في إحدى البرديات نص يقول: اليوم عيدك يا أماه، لقد دخلت أشعة الشمس من النافذة لتقبل جبينك، وتبارك يوم عيدك، واستيقظت طيور الحديقة مبكرا لتغرد لك في عيدك، وتفتحت زهور اللوتس المقدسة على سطح البحيرة لتحيتك. اليوم عيدك يا أماه، فلا تنسي أن تدعو لي في صلاتك للرب. وبكده يظهر لنا إن المصريين القدماء هم أول من احتفل بعيد الأم، وخصصوا لها يوما في السنة للاحتفال بعيدها. وقد إيه إن أجدادنا كانوا عظماء وعارفين كويس أهمية المرأة بوجه عام والأم بوجه خاص في المجتمع المصري. واختم كلامي بقول الحكيم كاجمني: علموا المرأة يتعلم الرجل ويتعلم الشعب. وكل سنة وكل أمهاتنا بخير وسلامة وبركة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإن أكون قدرت أوصل لكم ولو جزء بسيط عن عظمة أجدادنا المصريين.